نص دقيقة الدكتور حسين. في الحقيقة انت عايز ما قريتكم يخص بس. الإسكندرية وهي العاصمة الثانية في مأزق صعب. يكفي أن أقول أن محافظ الإسكندرية مع احترامنا وتقديره له قدم استقالته عدة مرات لعدم معاونة الأجهزة اللي موجودة في الإسكندرية. المشكلة اللي بزود عليها كلام سيادة النائب محمد حسن من الإسكندرية، المصطافين الذين يصل عددهم الآن في الإسكندرية 2 مليون هم في أيدي البلطجية على كورنيش الإسكندرية، وعلى رأس هذه الكورنيش ستانلي اللي كلنا نعلم أن الكبائن الوحيدة التي لم تهدم وما لم يحصل لها إزالة عند تطوير الكورنيش شاطئ ستانلي المميز بثلاث طوابق. أن يصبح من خلال يومين ثلاثة تحت سيطرة البلطجية المصطفين، مفيش هناك حاجة اسمها كورنيش مجاني، يا إما يخضع إلى البلطجي ويدفع من جيبه، ويا إما يبقى غير سالم بين أولاده وزوجته. فأين وزير الداخلية حتى نحاسبه على هذا الأمر؟ نحاسبه ليه؟ ببساطة شديدة، البلطجية اللي خرجوا بعد الثورة مين اللي خرجهم؟ معروفين بالاسم وبالمكان. هؤلاء البلطجية اللي كانوا يستعملهم النظام السابق هم الآن المسيطرون على مدينة الإسكندرية، اللي يخلي المحافظ في مرتبة وزير يقدم استقالته. يعني الأمر جد خطير ويزداد هذه الأيام. بنسمع عن محافظات أخرى بتتعاون مع النواب، تتعاون مع الشعب لتحقيق. خلاص يا دكتور حسين، انت خدت الوقت الزيادة يا دكتور حسين.